معجنات الشاهي اسم يمكن بسيط، بس تاريخها مو بسيط. ترى هالمعجنات مو جديدة، بدأتها الحريم أول قبل يمكن 40 سنة. يوم كانوا يجهزون شيء خفيف للصبح مع الشاهي. ما كانت فطاير ثقيلة ولا خبز، شيء بين هذول الاثنين. يسمونها أحياناً معجنات الحريم لأنهم هم اللي ضبطوها أول. فكرة معجنات الشاهي طلعت من إن العجين لازم يكون ناعم خفيف وما يشرب دهون كثيرة. قوامها قريب من القطن، مو زي عجين الخبز اللي يشد. والسر الكبير فيها إن التخمير يكون هادي، لا زايد ولا ناقص، عشان تمسك لك كفشة الشاهي بدون ما تتفتت. أول وصفات كانت تعتمد على الزبدة والحليب بس، لا جبن ولا حشوات ثقيلة. بعدين تطورت وصارت تنحشي جبن، تمر، قرفة وحتى نوتيلا، لكن الأصل دايم بسيط. الناس تعلق فيها لأنها تناسب كل وقت، فطور، شاي العصر، ضيافة سريعة وحتى مع القهوة. والحلو إنها تروح مع أي نكهة، لأنها معمولة أصلاً تكمل الشاهي مو تغطي طعمه. ومعلومة يمكن قليل يعرفونها، أول ما انتشرت كانت تتحضر بكميات كبيرة وتتنشب على أطراف الصواني الكبيرة عشان تنحمر من تحت وتبقى طرية من فوق. واليوم صارت جزء أساسي على طاولة أي شاهي مرتب. ولما تضبط معك مرة خلاص، يصير اللي حولك كل يوم يقولون وين معجنات الشاهي. وإذا تحتاج خمير تقدر تراسلنا على الخاص.